الحين انا دخلت ماكدونالدز، وهذول الشباب الموظفين ستاف في ماكدونالدز، وبتعشى، ما ادري بتغدى، باكل كلب هاوس دجاج يجي معها بيكن، دجاج وبيكن. اول مره يسوونها ماكدونالدز، فشيء جديد صراحه. لو ودهم يطولونها شكلها لذيذه. دراجتي وقفتها هنا، طبعا بريح اطول مده ممكن اريح، بعدين بكمل الطريق. طبعا طريقي الى الدوحه، الطريق تو شفته اول مو بزين صراحه. طبعا هذا اسوأ ما في المحطات، دائما لما تجي تروح محطه ولا شيء كذا تلقى تريلات سادة الطريق، مخربة المكان، وكأن المحطة فقط للتريلات. هدوء، نفوذ صافي هادي، ما في أحد إلا أنا. أنواع الرعب. هذه السيارة جت، إذا صار في سيارة يصير في إزعاج المكان، أما لا صار ما في سيارات. هدوء أنت ونجوم الطبيعة. يعني فعليا الآن قطعت 1000 كيلو، المفترض أني يعني واو قطعت 1000 كيلو بلا 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 إلى آخره، بس العداد خرب جوي الحين. بعد ما قطعت 1000 صفر، يعني يبدأ صفر من جديد، ويبدأ يحسب لين 1000 مرة ثانية بعدين يصفر. طبعا هنا يطلعها انها 1000 كيلو بس. هاي الساعة، هذه المسافة الحين طلعها قدامنا، ولا المفترض يطلع لي 1000 هنا بعدين يحاسب جنبها 1100 1200 وكذا، لكنه لا، يطلعها كذا لحالها. صراحة ضيق صدري، ما خلاني اقول ايه قطعت 1000 وكذا. رفع ضغطي، زعلت. وش ناوي اسوي؟ ناوي انام في المسجد، شغلت مكيف وبنام في المسجد. ليه؟ الجو حار حار مرة، يعني جد. لو انام بوسط خيمتي اطلع بكرة الصبح مستوي قدر كاتم، يعني مو حر ورطوبة، رطوبة تذبح. ف هبنام في المسجد الليلة. شغلت مكيف، كلمت اللي هنا في المسجد، ذول العمال اللي في المحطة، قالوا لي عادي. ف بنام ليلة في المسجد لين بكرة الصباح. ما عاد بقى شيء على قطر عموما. طبعا اي تريلة تمر من عندي لازم يطقون لي بواري ويشرون لي، بعضهم يطلع مع الدريش يزاعق، بعضهم اذا قابلت عند المحطة قال انا شايف كم تمشي مدري وين وكذا. فصراحة التريلات هم اخوياي في ذي الرحلة صراحة. طبعا هذا المنفذ حق قطر، ما عاد بقى شيء وادخله. هذا السبيعي قاعد يمشي معي، يقول بمشي معك لين ادخلك المنفذ. وقفت انا اياه، سولفت انا اياه، رافقني كل المشوار صراحة، ما قصر يعطيه العافية. ف يقول لي ماني مخليك لين تصل المنفذ ثم بروح. شغال في من الطرق، يعني زيادة عن يعني واجب بالنسبة من الطرق انهم يهتمون في المسافرين واللي ماسكين الطرق، الا انها شغلة انسانية، انه منتهي دوامه وقاعد يمشي معي، يعني يعطيه العافية صراحة ما قصر. طبعا خلصت الجوازات السعودية
الجمارك السعوديه طبعا متورطين ما ادري ايش يسوون فيني، فاضطروا انهم يكتبون ورقه بخط يدهم على اساس امر يعني وكذا، والحمد لله مريت وخلوني اسريها، فالامور كلها زينه. طبعا دخلت قطر. الجميل في الموضوع انه اول مره يمر عليهم واحد بسيكل، فالجميع كان مستغرب ولا يدرون ايش يسوون فيني. لا السعوديه منفذ السعوديه ولا منفذ قطر. ف ايش قالوا منفذ السعوديه صراحه يبدو انهم يعني حاولوا انه يخلصون الموضوع يعني سريع ما في تعطيل وكذا. صح كانوا مستغربين وكذا، بس انهم ما قصروا الجد يعني، راحوا وكتبوها يدوي ورقة حقت الجمرك وشغلات جميله صراحه، ما قصروا يعطيهم العافيه. بعد ما خلصت توجهت قطر وجيت منفذ قطر. طبعا الموظفين اللي هناك قالوا لي لازم تدخل على الضابط عشان تعطيه الاوراق وكذا. دخلت على الضابط على طول قال بالعكس عادي دراجه تدخل. فيبدو انه راحوا عطوا واحد الموظفين يخلص الاوراق وكذا، وهو عزمني على قهوه وشاي، سولفنا تكلمنا، شاف دراجتي شاف نظام الرحله وكذا، والحقيقه ما قصروا. صباح الخير. طبعا اليوم منطلق بدري، صلاة الفجر في المسجد اللي هنا، وانطلقت بدري وراح الحين افطر وعلم الله خير، لأن دخلت الدوحة. فعشان أصل المكان اللي متواعد أنا ويا الجمعية، جمعية السرطان وكذا، الساعة 9. طبعا هنا الفندق في جراند حياة مع الجمعية القطرية للسرطان، يعطيهم العافية ما قصروا، حجزوا لي هنا خيالي. طيب وهذول تلفزيون بيصوروني، طبعا هذه حقت الفندق مو حقت التلفزيون، هذه حقت التلفزيون. ورا الشباب اللي هناك اللي بيصوروني، فقاعدين يمشون معي يصوروني حركات بركات. يبدو ان الغرفة بعيدة مطولين لين نوصل. طبعا هذه قناة الريان. هذا الشباب اللي قاعد يشتغلون معي الحين بيصور معي لقاء. هذه المذيعة اللي هناك تسوي لقاء مني. هذا الشباب حق الجمعية قاعد يسوون بنرات. فالرحلات بالشكل هذا لها تسوي علاقة مع الناس وتتعرف، لأن أغلب الناس يدعونك لبيوتهم يدعونك لأماكنهم، فتتعرف عليهم بشكل يعني، وتكون بشكل هذا تكون عندك ذكريات حلوة يعني. فهذا الهدف يعني عادة. قبل شوي سووا لي مقابلة وأنا لابس بينك. طبعا هذه الجمعية القطرية للسرطان. كنت واقف يسووا معي مقابلة، والحين قاعد يسووا مقابلة مع الفندق. هذا كنت واسمه وسيم، كنت أتواصل معه خلال الفترة الماضية. هذا سلمان النسي من الجمعية القطرية. شباب ما قصروا، سووا كل حاجة، يعطيهم العافية. شكرا يا شباب. هذا الفيو حق غرفتي الحين. تشوف المنظر تقول ابداع، بس والله تطلع برا والله هي رطوبة وحر. باخذ عوار قلب. عوار قلب. عندنا في اوشا فريشكا. زين اوشا فريشكا. وعندهم عصير اسمه عوار قلب. ابى اخذ عوار قلب. والثاني وش اوسا. وعصير اسمه اوسا. ابى اخذ عوار قلب. اوسا ما اجي احس انه برا بيجي. اي اوسا نفس البينك. ابى اخذ انا عوار قلب. عطنا اوسا خنجر. اوسا عوار قلب. يا ذي العصيرات دي، هذا هو عصير جل لو عندهم اكل وش بيصير؟ واحنا قاعدين ناكل فجأة قاعدين، طبعا المطعم مصري، قاعدين ناكل اكل مصري، كشري وما نعرف ايش وفول طعمية، هذا كبرى. اشتغلوا فجأة. طبعا الجو برا صراحة بطل.
الجو مرة حلو يعني، اليوم ما في رطوبة، شكلي بطلع اسبح الحين. يعني ما ادري، ما في شيء الحين وقت النهار كله، ما في الا بالليل اظن. يعني اتوقع اليوم بقعد راحة، ما في شيء. يمكن تأكد من الجمعية على اساس بكرة انطلق ان شاء الله. عندي مقابلة او بسوي مع الشباب من مجلة فروق، مجلة شعر يعني ما في خلاص. انا لي في الدراجات والشعر انتهى الموضوع. يعني جلساتي هذه بالليل في الطريق ترى ينظم قصيد، يعني منتهي الموضوع. بس اني الرحال الشاعر صار. الرحال الشاعر والله تدري يمشي انا الرحال الشاعر. السنة الجاية بناقة تسوي ديوانه. طبعا طلعت من الفندق خلاص، متجه ان شاء الله البحرين، مودع الدوحة واهل الدوحة ما قصروا الحقيقة، شباب كلهم، ابو عوف، ابو عيسى، واللي اسمائهم عمر قابلتهم ناس كثير. فالفكرة هنا انه ما قصروا صراحة معي، استضافوني احلى استضافة واحلى كرم، يعطيهم العافية. ونودعهم اليوم، متجهين ان شاء الله البحرين، بنجرب طريق جديد ونشوف ان شاء الله بيختصر علينا وقت ومسافة، وربك يسهلها. قدامنا 100 كيلو اليوم، نحاول نقطعها قبل صلاة العشاء ان شاء الله. طبعا هوا قوي قوي قوي. يلا امشي، تعبت يعني الوزن اللي معي والدراج اللي قاعد ادفه. طبعا وين فيه الحين؟ في بوسط الطريق واقف، معي عصير ومعي شاورما. اشتهيت شاورما قبل شوي. طبعا ما اشتهيت شاورما مو على كيفي، بس اني من يوم مشيت قطعت 60 كيلو، ما في ولا محطة ولا بقالة ولا اي شيء على الطريق، وانا متجه من الدوحة طالع شو اسمه، لا اله الا الله، طالع ميناء الرويس في شمال قطر. وشفت المحطة هذه مدري بقالة وكذا، وقفت دراجي ورحت ركضت، قطعت الشارع، وصلت هناك لقيت معها شاورما، اخذت منه شاورما، اخذت منه عصير طازج ومويه باردة ورجعت، لانه باقي لي على اصل المينا تقريبا حدود 50 كيلو. طبعا اليوم صراحة كان متعب مرة. لا خلصت مويتي، خلص كل شيء، ما معي مويه باقي، بس اقصد انه يعني قاعد على وشك، والهواء ضدي والجو يعني شوي، بس الحمد لله متعة. وبس عاد الحين نتوجه للرويس. كنت اتمنى اني اصل الرويس بدري، بس للاسف بسبب الجو ما قدرت اصل، لاني ناوي اروح ادور لي مركب او قارب او اي شيء على اساس يوديني البحرين، ينقلني عن طريق البحر. ابى اجرب، ضبطت معي الحركه، لقيت احد يوديني كتجربه اولى، اوكي. ما لقيت احد، اضطريت اني ارجع 200 كيلو على اساس اطلع من قطر. تقريبا طول قطر كلها 200 كيلو، فاصير اطلع من الشمال للجنوب على منفذ سلوى، بعدين اطلع الحسا، وبعدين اروح البحرين. لكن كنت بجرب، اذا المينا قريب 100 كيلو خلني اشوف، اذا لقيت لي احد يوديني البحرين فتجربه، وصراحه شيء حلو اقطع البحر بدراجتي وكذا، متعه. فاكيد مالي الا بكره الصباح ابدا ادور على المحلات، فبروح ان شاء الله اليوم بنام هناك في المدينه نفسها او القريه او الهجره، ما ادري وش كبرها، يبدو انها صغيره مره، فنستكشفها بكره. طبعا الحين حنا في الرويس او مدينة الرويس. طبعا ديرة صغيرة صراحة بس جميلة، يعني شوف شلون عناية فيها جو فيها بارد، يعني مقارنة بالدوحة والمناطق اللي مريتها هي ابرد شيء الى الان. طبعا اضطريت اني ارجع، تعديت الرويس وبرجع مرة ثانية الدوحة، يعني مو بالدوحة بس خلاص برجع، بطلع من البحرين من قطر.
والسبب انه الشخص اللي عنده طراد ويودي البحرين يقول لي يوم وصلت ما في الا هو، يعني في المنطقة الشمالية هذه ما في الا هو الوحيد اللي يودي. قال لي ان عنده ظروف عائلية ولا اقدر اوديه الا بعد 3 ايام. قلت له 3 ايام يعني واجد، كم ياخذ مشوار؟ قال بس 1.5 ساعة. طيب يعني ما تقدر تفضي نفسك 1.5 ساعة في اليوم او بكره؟ ما المشكلة اقعد لي بكره. قال لي لا بعد 3 ايام. صراحة 3 ايام ما قاعد انتظر. قلت له يلا اجل السلام عليكم. ودعت الشمال متجه لابو سمرة، خلاص بطلع من قطر ان شاء الله. طبعا المسافة 210 كيلو ان شاء الله باذن الله الليلة وانا في المنفذ باذن الله بقطع 200 كلها، ثم 300 تقريبا لين اصل البحرين. والله يعين. طبعا الحين قطعت لي تقريبا 100 كيلو، لا مو تقريبا اكيد ان شاء الله، يعني قطعت لي يمكن 110 بعد، مو ب100 وبس. هذا المكان بالضبط هو اللي دخلت منه القطر، هو اللي بطلع منه ان شاء الله. يعني انا جاي كذا مع تقاطع، هذا الطريق على طول يوديك لابو سمرة سيدة على طول، يعني 98 كيلو تقريبا الحين الين منفذ الرياض، منفذ السعودية. هذه آخر محطة قبل الحدود القطرية. طبعا هذا طريق جت منه، هاي ظهري الديرة ذي ابو سمرة او شيء، ميت حيلي رايح فيها. قطعت اليوم اكثر من 200 تقريبا 220 اللي قطعت اليوم، ايه تقريبا 220. فبريح في المحطة هذه، فيها مسجد هناك بروح شكلي بنام فيه عشان اقوم الصباح وادخل السعودية، لاني ما فكرت كنت ناوي ادخل السعودية اليوم بس عشان اجي للحد قطر والجمرك والسالفة وسيكل وشلون وسبع صراحة ما فاضي، يعني يبغى لهم راس صاحي وانا الحين مرة مدخدخ تعبان، فبنوم الصباح رباح. طيب الحين انا في ابو سمرة والحدود السعودية خلاص ما عاد بقى عليها شيء. طبعا غيرت نظاراتي امس مدري او قبل امس اختبت ما ادري وين راحت، فشريت نظارة توم هنا ب90 ريال صراحة حلوة. صح لونها ذهبي بس اوكي. ايش بعد؟ اليوم طبعا التاريخ ما عاد احفظ التواريخ. اليوم 20 اكتوبر. من هنا للحسا 140 كيلو، ومن الحسا الين جسر البحرين تقريبا 160. فبإذن الله يعني 300 كيلو هذه بقطعها ان شاء الله بيومين، بعدين يطلع البحرين ونقعد معه. طبعا خلصت منفذ القطر صراحة كالعادة، هالقطر عسل ما قصروا يعني استقبالهم وتوديعهم، يعني يعطيهم العافية الشباب والله. طبعا الحين في الجمرك السعودي قابلت الضابط المسؤول في الجمارك وجلست معه شوي، ما قصروا يعني تعاونهم يعني معي والشغلات هذه الحقيقة ما قصروا فيها. طبعا شغلة جديدة ما يلامون عليها انه يمر واحد بدراجة وكذا، فطبيعي انه يصير فيه سؤال، طبيعي انهم يعني زي اللي مستغربين. انا صراحة ما الومهم، يعني انه يمر واحد كذا بدراجة ويعني ردات فعلهم مهما كانت يعني زي اللي شوي يعني يدورون في اوراق زي اللي هذا طبيعية، انا اشوف انها طبيعية. طبعا عندي بنشر الحين. امس خلال طريقي وانا في قطر كان الطريق شوي مو بزين، يعني فيه حصى وسيام وشغلات كثيرة، فوانا داخل السعودية كان الكفر شوي مبنشر، كنت عديت المنفذ خلاص بنشر علي. طبعا اكتشفت انه فيها سيام بالكفر، طلعتها. طبعا هذا كفر خلفي فيها سيام كثيرة
زي هذا السيم، طلعت سيمين وهذا الحين الثالث. طبعا هذا لاينر انا مركبه جوا الكفر على اساس يعني يحميه زيادة من المسامير او قزاز او شغلات زي كذا، يحافظ عليه اكثر. يعني لو اني ما حطيت احتمال البناشري تكون اكثر من كذا. ركبنا الكفر وزينا الدراجة وكلش 100 100. الحين كمل الطريق.